السلام عليكم ورحمة الله. قديما قديما يعني قبل الحرب العامة الثانية، كانوا عندما يكلفونني أنا أو غيري بحديث للإذاعة يخبرونني به قبل 3 أشهر، وأنا أعتني بكتابته وأزيد عليه وأنقص منه. ثم تبين لي على طول المدى أنه بمقدار تعب الكاتب بإعداد المقالة أو الفصل الأدبي يتعب القارئ بقراءته وفهمه. فقل يعني آه، قلت يعني العناية الشكلية هي معي، إلى أن انتهيت إلى أن تصير أحاديثي عفوية. فالآن جئت أحدثكم على مائدة الإفطار كما تتحدثون وأنتم على المائدة. يعني لا عندي، لا أنتم على المائدة. هل تعدون جدول أعمال أو جدول أقوال، أو تصنعون كما يصنعون في الندوات هي، تنصبون واحدا منكم يدير الجلسة ويقول لك أنت احكي وأنت اسكت، أنت اسكت؟ لا، وإنما يكون الحديث طبيعيا في بال10 دقائق الأولى من مائدة الإفطار. ما في كلام، لأنه هنا الطعام فقط، وتعطلت لغة الكلام، لكن ما خاطبت عيني في لغة الهوى عيناك ولا عيناك ولا عيناكما، لأنه عيونكم جميعا منصبة على الطعام بعد طول الحرمان. فأحاديث المائدة تكون عادة خفيفة مسلية، لكن تسمحوا لي أن أدخل فيها بعض الجد. هلا الجد في الطعام مثل الدهن، مثل السمن. السمن إذا فقد تماما من الطعام ما يؤكل، وإذا زاد. والله أول مرة جينا المملكة هي من 53 سنة، وصلنا، بدأنا بقريات الملح، جئنا إليها من طريق وادي السرحان. نصبوا لنا منسفا كبيرا مملوءا بالرز واللحم. والغريب، ما أدري العادة هذه بطلت أو باقية، وضعوا رأس الخروف فوق الرز. قلت في عقلي يمكن حتى ما يظن أحد أنه هذا يعني ثعلب أو ذئب أو شيء، حتى يتيقن الآكل أنه خروف من أمة الخرفان. وكنا شائعين. أثناء الطعام جاء واحد غمزني، نكشني من كتفي، فأزحت له قليلا، جايب معه زبدية كبيرة، وعاء مملوء بالسمن العربي الخالص، فصبه فوق رز. ما تستطيع أكله. كيف أكله؟ صار سمنا خالصا. فالأحاديث هل كلها جد، كلها جد وكلها وعظ؟ والله ما تقبلها النفس، مثل الطعام اللي كله سمن ودهن. وإذا كانت أيضا عبارة عن سلطات ومشهيات وما في شيء مغذي تبقى. فإذا أحاديث مائدة الإفطار يكون فيها توازن بين أحاديث إن شاء الله فيها بعض التسلية، وأحاديث فيها بعض الفائدة كما تتحدثون أنتم. إذا قلت أنتم أقصد الرجال. هلأ الرجال يتكلم الواحد في المجلس ويستمع الباقون. النساء ما يزعلوا مني، يظهر أن النساء أكثر ذكاء من الرجال. ليش؟ لك تكون 5 نسوة في الاستقبال في اجتماع، كل واحدة بتحكي قصة، كل واحدة عم تحكي وحدها قصة مستقلة أو حديثا مستقلا، وتستمع الأحاديث الأربعة الباقية. مش شيء عجيب هذا؟ أنا قديما درست بنين وبنات. من قبل كم سنة دعيت هنا إلى إلقاء محاضرة، قال كلية البنات أو شيء في جدة. طبعا ما قابلت البنات، أمامي مثل هل هنا أضواء مسلطة على عيني ونسأل الله العون عليها، وأتكلم وحدي مثل المجانين. مين اللي بيحكي يكلم نفسه إلا المجنون؟
إذا لقيت واحد قاعد بالغرفة وعم يحكي وحده، شو تظن أن في عقله شيئا؟ أنا قاعد بحكي وحدي. لو كان أمامي أول ما بدأ برنامج نور وهداية هنا كانوا يأتون إلي يدعون مستمعين فأكلمهم مواجهة، ولو أن هذه الأحاديث أحاديث الإذاعة التي ألقيها وأحاديث نور وهداية في الرأي لو أنها كانت لجمهور من الناس لكنتم سمعتم شيئا آخر، لأن الخطيب يستمد القوة من يكون أمامه. إذا أحاديثي هذه سيكون فيها شيء إن شاء الله من النفع وشيء أيضا من المنفعة. قلت لكم يعني فيها دهن وفيها مشهيات ومرغبات، لا كل مشهيات فارغة. ليش؟ لأن الله يعني خليني أحكي كلمة هنا جد، ربنا يسألنا عما نقوله. ما تظن بأن الإنسان حر كل ما يقوله يعني يغتفر له؟ كلمة قد تدخل الجنة وكلمة قد تدخل النار، كلمة تسخط عليك الناس وكلمة ترضيهم عنك، وأهون شيء إسخاط الناس. هلا واحد يطلع على المنبر في القرية يقول يا أهل القرية أنتم كذا وكذا، يشتمهم بدقيقة واحدة يجعلهم كلهم أعداء له. بس الصعوبة بكسب الصداقات، مو بهي. ولذلك وارد في الحديث، خلينا نحكي شوية جد، كلمة جد فيها منفعة. من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ليش؟ هلأ أكثر الذنوب تأتي من اللسان ومن يعني العضو الآخر. بالحديث لما معاذ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أو نؤاخذ بما أقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ. هي ما دعا عليه، هذه مداعبة ومباسطة. هلا العرب بيقولوا قاتله الله ما أشعره، قتله الله مسبه، من يقاتله الله كيف ينجو؟ لكن هذه المراد منها يعني مباسطة ومداعبة. قال له وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك إذا خرجنا من كل حديث بفائدة واحدة بتكفي، لك احفظوا ألسنتكم. الرسول بيقول رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. إما أن تقول الخير لتغنم منه في الدنيا وفي الآخرة، أو أقل الدرجات تسكت عن الشر. علمونا ونحن صغار، شوفوا هي بتصير حزورة. إيه, إيه رحم الله امرأ فك كفيه وكف فكيه. من في عيدة 10 مرات. رحم الله امرأ كف فكيه، يعني ما حرك فمه بالكلام، وفك كفيه أي بالعطاء. رحم الله امرأ كف فكيه. أنا لخبطت فيها. ولذلك هذه الأحاديث ستكون إن شاء الله يعني أحاديث طبيعية فيها مو كلها للدنيا، لكن نحن نعيش في الدنيا نعم ونعمل للدنيا، لكن أيضا نعمل للآخرة، لا سيما في شهر رمضان. ولذلك يا إخوان تغتفرون لي، أنا ما راح أعد الأحاديث، ما راح أهيئ شيء، وإنما يعني أقول ما يخطر في بالي. يمكن أبدأ بموضوع فيجر لموضوع آخر. المهم أني أكلمكم كلاما إما أن ينفعكم وإما أن يسليكم وإما أن يكون لا منفعة ولا تسلية، بتقولوا يقطع عمره هو والحديث، ما في مانع، سامحكم الله. مائدة الإفطار هذه يعني لو جمع كل واحد منكم ذكرياته عنها لجاء منها مقالة طويلة أو كتاب. في الشام عندنا الصغار كانوا يعودونهم على الصيام من الصغر. وكيف نلزم الصغار بأن يصوموا؟ لا، كان الصيام عندنا اسمه درجات المئذنة.
يعني يصوم من الصباح يفيق على السحور. والله أنا من ذكرياتي القديمة جدا من الصغر الفرحة عندما نستيقظ من النوم للسحور. الفطور قدمنا، بدلا من أن نفطر في الوقت المعين أفطرنا قبله بقليل، يبقى الطفل بلا طعام إلى أن يؤذن الظهر. هذه درجات المئذنة، شوي بعد شوي. عندما يصوم أول مرة يوما كاملا يعملون له شيئا كان يسمى بالشام سفرة إفطارية، يعني يأتونه بأنواع من الحلويات ومن الفواكه ومن المشهيات، هذه كلها لتعويد الصغير على الصيام، كما يعودونه من صغره على الصلاة. إذا يمكن أن نستفيد نحن من هذا. هلا الطفل الصغير لا تلزموه بأن يصوم النهار كله، لا سيما في هذه الأيام شديدة الحر وطويلة، لا. ولا تجعلوه يعني ينصرف عن الصيام، عودوه عليه. صيام درجات المادة، قل له أنت تصوم إلى أن تسمع الأذان، بأذن الظهر قل له روح افطر. يصوم بقى من الظهر إلى العصر أو إلى المغرب فيتعود. لأن شوفوا يا أيها المشاهدون الكرام، ولك والله ما بذور الخير والشر وبذور الإيمان والكفر توضع في نفس الإنسان من الصغر، يعني بالخمس سنوات الأولى. فانتبهوا لأولادكم بالخمس سنوات الأولى. مو بقول لك تجي تلقي عليه درسا في التوحيد كالذي يلقى في المدرسة، أو تقرأ له شرح العقيدة الطحاوية، لا. بياخذوك إلى شو اسمها هذه اللي فوق الطائف شهار، لا. هل يفعل هذا يكون مجنونا، لكن بالأسلوب الذي يفهمه الطفل الصغير. الطفل الصغير يدرك، لكن له لغة خاصة. فالذين يحدثون الأطفال ينتبهون لهذا. منه هذه قبل المدرسة، في مدرسة ثانية قبل أن يدخل الطفل أن يبلغ 6 سنوات ويدخل المدرسة، في مدرسة قبلها. قل رياض الأطفال، مو كل واحد يذهب لرياض الأطفال، في قبل مدرسة كل واحد يمر بها ويدخل إليها. ما هي؟ مدرسة الأم. هذا لما قال حافظ إبراهيم الأم مدرسة، والله ما جاء بصورة خيالية، صورة واقعية حقيقية. الأم هي المدرسة الأولى، ولذلك اختاروا من أراد أن يتزوج. والسلام عليكم ورحمة الله.